تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك عايش جوا مدينة طولها 170 كيلو متر ومفيش ولا سيارة. ده مش فيلم خيال علمي، ده مشروع ذا لاين اللي بيتبني حاليا في المملكة العربية السعودية. والسؤال دلوقتي هو ليه السعودية قررت تبني مدينة في خط مستقيم؟ وإزاي مدينة من غير سيارات ولا طرق ولا حتى تلوث؟ الموضوع أعقد مما تتخيل، لأن اللحظة دي مش بس معمولة عشان الراحة أو التقدم، ده في سبب أعمق من كده بكتير. The Line هتكون بيت ل9 مليون شخص، والمدينة كلها هتكون عايشة على الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والروبوتات. بس السؤال، هل فعلا الإنسان يقدر يعيش وسط كل التكنولوجيا دي من غير ما يفقد إنسانيته؟ هل إحنا مستعدين نعيش في مدينة بيتراقب فيها كل شيء؟ الخطة بدأت، وفعلا بدأت عمليات الحفر والبناء، والميزانية وصلت ل500 مليار دولار، والتسليم الكامل متوقع في سنة 2030. بس لحظة، إيه الهدف الحقيقي من المدينة دي؟ هل فعلا عشان المستقبل ولا في هدف سياسي واقتصادي أعمق؟ وإيه علاقة المدينة دي بالتغيرات المناخية اللي بتحصل حوالينا؟ ده اللي هنحاول نفهمه أكتر في الفيديوهات الجاية لما ندخل أكتر على المدن التانية اللي هي أوكساجون وتروجينا، لأن كل واحدة فيهم بتحمل سر جديد في مشروع نيوم العملاق. لو عايز تعرف ازاي ممكن تبني دولة من الصفر وتغير شكل العالم حرفيا، اعمل لايك وسبسكرايب وما تفوتش الفيديو الجاي، لان فيه معلومات هتغير نظرتك عن العالم حواليك. وفي النهاية، شكرا للمملكة والسلام.